كام مرة كنت بتسمع عن فيديوهات كتابة الأهداف وزيادة الإنتاجية، وكل مرة كنت بتسمع فيها عن أهمية كتابة الأهداف وعن أفضل وقت لكتابة الأهداف هو الوقت اللي قبل ما تنام فيه علشان خاطر تصحى الصبح تكون عارف أنت هتعمل إيه وتبدأ بتحقيقه. ولكن أخيرا بعد ما قررت إنك أنت هتبدأ تكتب أهدافك وتقعد على مكتبك الجميل بالليل وتجيب الدفتر اللي هتكتب فيه أهدافك، تتفاجئ ان انت مش عارف تكتب حاجة، وتتفاجئ ان انت مش قادر تكتب اهدافك، مع ان في الواقع انك انت بيكون عندك اهداف تاني يوم انت عاوز تحققها، ولكن انت مش عارف تصيغ ده لاهداف مكتوبة علشان تقدر تخطط لها بشكل افضل. ففي الفيديو ده هنتعرف 3 استراتيجيات هتقدر ان انت تحدد وتكتب بيهم اهدافك اليومية. فيلا بينا. بصراحة ما أجمل إنك أنت تيجي في آخر اليوم تنام وأنت مبسوط وسعيد يا سلام. ولكن علشان تقدر توصل للمرحلة دي لازم تحدد أهدافك عن طريق 3 طرق. الطريقة الأولى هي الأهمية إنك أنت لما تيجي تجيب الدفتر عشان تبدأ تكتب أهدافك، لو بتستخدم نوشن أو تكتك من ده هنعمل لهم إن شاء الله فيديوهات مخصصة، تبدأ تسأل نفسك هو إيه أهم حاجة ممكن أعملها بكرة؟ إيه أهم حاجة إن لو اتأخرت فيها ممكن ده يأثر على مستقبلي؟ فهتلاقي نفسك والله بتقول مثلا أنا عندي تقرير لازم يتسلم بعد بكرة، فما ينفعش إن هو يتأجل، أدي هدف لازم بكرة تكون إن أنت بتبدأ تخلص التقرير ده وتكتبه. وأنا مثلا وليكن عندي برزنتيشن لازم يتسلم أول الأسبوع، فدي فرصة كويسة إنك أنت تبقى انت عارف انت عايز تعمل ايه بناء على الاهميه. ده اول طريقه معانا يا جماعه. البرزنتيشن ده هتحدد ان شاء الله بكره هتبدا تعمل البرزنتيشن ده على مثلا الباوربوينت، بعد بكره هبدا ان انا اذاكر البرزنتيشن ده بشكل مفصل علشان اقدر تالت يوم ابدا ان انا اقعد كده مع نفسي اشرح البرزنتيشن اتمرن عليه. فابتديت ان انت تحط 3 اهداف على 3 ايام مختلفه، فبناء على الاهميه قدرت ان انت تحط اهدافك. انا مثلا وليكن راجل بتاع تكنولوجيا، فما ينفعش ان انا يعدي عليا يوم الا وانا بذاكر كل جديد في التكنولوجيا عشان ابقى ابديتس في كل حاجه جديده بتطلع. فانت تحدد كل يوم هدف انك انت تتعلم كل يوم حاجه جديده، مثلا من لغه برمجه تبدا تذاكرها وتبدا تتعلم منها كل يوم حاجه جديده. فانت بناء على الاهميه ابتديت ان انت تعرف ايه الاهداف اللي انت ممكن تحققها وتبدا انت تكتب الاهداف دي. تاني طريقه معانا يا جماعه وهي المتعه. طبعا انت اول ما تسمع المتعه تقول يا سلام ما اجمل الاستمتاع. فطبعا يا جماعه يعني الاستمتاع، مين يا جماعه ما بيحبش فينا الاستمتاع؟ ولكن مش شرط ان انت كل اهدافك تكون ستريس وتكون ضغوطات وتكون شغل. ممكن تخلي كمان من ضمن اهدافك الحاجات اللي انت بتستمتع بيها. بمعنى انا وليكن مثلا بحب القراءه، احب اجيب مثلا فنجان القهوه كده واقعد وامسك كتاب واقرا ومزمز كده وانا بقرا، فدي حاجه بتخليني مستمتع. اذا فانا ابدا اكتب ان انا من ضمن اهدافي ان انا هقرا بكره نص ساعه 30 دقيقة بتقنية طبعا البومودورو اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده يا جماعة عن البومودورو تكنيك، وهسيب لك الفيديو ده في الديسكربشن تحت او في الاي اللي فوق هنا تبدا تشوف الفيديو عشان تذاكر وتشتغل بتقنيه البومو دورو. نرجع لموضوعنا اللي هو الاستمتاع، ان انت تحط اهداف تكون انت مستمتع بيها. انا مثلا وليكن انا بحب الرياضه، فيا سيدي حط تكتب هدف انا بكره من الساعه 7 للساعه 8 هنزل اجري. فانت دايما حط اهداف بتستمتع بيها مع اهداف الشغل ومع اهداف الحاجات اللي هي مفروضه عليك انك تعملها. مش شرط ان تكون الاهداف كلها تكون
تبع الشغل او تبع الحاجات اللي انت مش بتستمتع بيها، لان طبعا ده يعني ده اصل الحياه يا جماعه، ودي سنه الحياه، ان يكون دايما الانسان بيميل للراحه، ولكن ده هيأخره للاسف، مش هيطلعه لقدام. فانت اكتب اهدافك عن طريق الاهميه، واكتب اهدافك ان انت بتستمتع وانت بتعملها. تالت استراتيجيه معانا الا وهي الرضا، انك انت وانت بتنام كده، انك انت في اخر اليوم وانت جاي تنام تكون انت راضي ومبسوط عن اليوم، ان هو ما ضاعش كده هباء منثورا، يعني انك انت استغليت يومك في حاجه مهمه وانجزت فيه حاجات كتيره جدا. فانت بتنام وانت مبسوط وانت سعيد وانت راضي عن نفسك، انك انت استغليت اليوم ده، لان طبعا يا جماعه اليوم ده مش هيتكرر تاني ومش هيتعوض تاني. فحته انك انت تكون راضي، فايه الحاجات اللي تخليني ابقى راضي عن نفسي طول اليوم؟ اسال نفسك السؤال ده، ايه الحاجات اللي تخليني راضي عن نفسي وانا جاي انام، ان اليوم ده انا راضي عن نفسي فيه؟ اسال نفسك السؤال ده، هتلاقي والله بتقول والله انا بكون مبسوط وسعيد قبل ما انام لما بعمل كذا مثلا. فانت اكتب ان انا هدفي النهارده هعمل كذا. هديك مثال بسيط جدا، والمثال ده ينطبق عليا. منى فضل الله عز وجل طبعا عليا الاول، بعد كده فضل كتابه الاهداف اليوميه عشان تعرف اهميه الاهداف او اهميه كتابه الاهداف اليوميه. انا كنت من ضمن الاهداف اليوميه اللي انا بكتبها ان انا النهارده هذاكر لغه معينه، تمام، فكنت بتعلم فيها حاجه جديده. فلما باجي انام بحس ان انا مبسوط جدا ان انا انجزت الجزئيه دي. فاكتشفت في نفسي ان انا لما بذاكر حاجه جديده ببقى مبسوط جدا، وببقى نايم وانا سعيد وراضي عن نفسي ان اليوم ده الحمد لله انا اتعلمت فيه حاجه جديده. فكتابه الاهداف يا جماعه 3 استراتيجيات معانا هتعرفنا ازاي نكتب اهدافنا، هتعرفنا ازاي نحدد الاهداف بتاعتنا. اول استراتيجيه معانا سريعا يا جماعه هي ايه؟ الاهميه. تاني استراتيجيه معانا المتعه او الاستمتاع. تالت استراتيجيه معانا الا وهي الرضا. فيعني خلاص ما عادش ليك حجه، ابدا اكتب اهدافك. ونيجي لكوت النهارده، كوت جميل جدا من المقاتل اللي الهم كتير جدا حول العالم، بروسلي. من السهل ان تضع هدفا، ولكن من الصعب ان تلتزم بالخطوات الصغيره التي تقودك اليه. فمعنى الكلام يا جماعه، وده بيسبورت الكلام اللي احنا بنقوله، ان الخطوات الصغيره اليوميه هي اهدافك اليوميه اللي انت بتكتبها وبتسعى ليها كل يوم. كل يوم بتحقق هدف معين، هي دي يا جماعه الخطوات الصغيره. لان طبيعي جدا ان اهدافك اليوميه هتوصلك لاهدافك الاسبوعيه، واهدافك الاسبوعيه هتوصلك لاهدافك الشهريه، واهدافك الشهريه هتوصلك لتحقيق اهدافك السنويه. فحبايب قلبي لازم تكتب هدفك. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.